السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احلى متابعين واصحاب واخوات بحبكم في الله. ايه رأيكم في الفطير الحلو ده؟ شايفين شكله؟ بصراحة بيتكلم عن نفسه، تحفة تحفة تحفة. طعمه كمان اجمل واجمل بجد. الفطير ده جميل قوي قوي قوي، احلى من الفطير المشلتت اللي هو الفطير اللي هو رقاد ده بمراحل. شايفين طراوته حلوة قوي وريحته جميلة جدا وطعمه تحفة، يجنن يا جماعة بجد. يعني اللقمة منه بتودي في حتة تانية. احنا بقى نقول مع بعض المقادير بتاعته والطريقة ازاي. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول المكونات. عبارة عن كيلو دقيق ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، تمام كده. نص كيلو لبن رايب، نص كيلو لبن رايب. لو عندك خض من بتاع المخضوض بتاع الزبدة ممكن تحطي لبن رايب على مخضوض. ومعانا قشطة، القشطة بقى عبارة عن نص كيلو قشطة و 300 جرام من السمنة، يا ريت تكون سمنة بلدي او سمنة نوعها كويس. هنحط بقى في كمان معلقتين سكر، بس هنشوف هنحطهم في ايه. هنحط الاول الكيلو دقيق ونحط عليه معلقه البيكنج باودر، المعلقه الصغيره بيكنج باودر، وهنحط كمان رشه الملح، تمام كده. ونقلبهم في الدقيق وبعدين ننزل بقى بالسمنه. هننزل بالسمنه على الدقيق على طول، زي ما بنعمل الكحك كده بالظبط، بنبسه. يعني الفطير ده بيتبس كده زي الكحك. تفضلي كده بسي فيه لحد ما تخلي الدقيق يشرب السمنه كلها، تمام. آه دي ده يا جماعة بصراحة، يعني هو كل حاجة بتتحط في قلب بعضها كده مع بعضها، بس بجد يعني بيودينا في حتة تانية حلوة قوي، احلى من الفطير اللي هو اللي احنا متعودين عليه قوي. الفطير ده الفلاحين يا جماعة كانوا بيعملوه، او بيعملوه ما زالوا بيعملوه. لو في ناس تعرف اكيد وعارفين، بيحطوه على طول في الفرن كده، بيحطوه على المطرحة ويسقلوه في قلب الفرن كده على طول. يعني بيتعمل كده زي الرغيف كده وبيتزقل في الفرن. المهم بقى احنا هنحط السكر على المعلقتين. السكر دي معلقه، كنت حطيت معلقه قبل كده، وهقلبها كده في اللبن الرايب. وهنزل بقى على الدقيق اللي انا بسيته بالسمنه، تمام. هحط كمان رشه ملح، رشه الملح هحطها هنا، ما حطيتهاش في الدقيق. انا حطيتها مع عشان بس ادوب السكر والملح كويس في بعض في اللبن، علشان ما يبقوش ظاهرين في الدقيق. هنقلب بقى كويس جدا ونعجن. طبعا احنا بنعجن على حسب كمية الدقيق، يعني مش شرط نص كيلو، مش شرط نص كيلو لبن. المهم انه انا اشوف انا محتاجة قد ايه. بس هو بيتعجن بلبن خالص يا جماعة، هو لبن وقشطة، لبن وسمنة وقشطة، ماشي. ما تحطش عليه مية، هو حلاوته كده، هو ما بيتعملش غير كده. لازم يتخدم كويس، حتى في العجين لازم يتعجن كويس برضو، يتخدم كويس. يبقى انا اعجن لحد ما احس ان هو الخليط كده تجانس مع بعضه كده، والمكونات كلها تجانست مع بعضها. وبعدين بقى بعد ما بعجن كده بضيف، بفضل اعجن لحد ما ادخل كده اللبن، الدقيق كده مع اللبن والسمنه. بعدين بقى هجيب القشطه بتاعتي، دي عباره عن ربع كيلو، انا قسماه نصين. هحط نص مع العجين والنص التاني هنشتغل بيه بعد كده، تمام. يبقى انا هحط ربع كيلو، نص الربع، يعني هحط 8 كيلو من القشطة على الكيلو الدقيق و300 سمنة ورشة ملح ومعلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر، تمام. اعجن بقى القشطة مع العجينة كمان كده، ادخلها جواها كويس قوي زي ما انتم شايفين. الله اكبر، الله.
بسم الله ما شاء الله. يعني بصراحة العجينة لما بتحط لها اللبن والقشطة بتبقى في ايديكي زي الملبن بجد. بتتعجن حلو قوي وبتبقى طرية كده، وفي نفس الوقت ما بتلزقش. طبعا من القشطة والسمنة اللي فيها عمرها ما هتلزق. فبنعجنها كويس كده زي ما انتوا شايفين، نخدمها في العجن كويس جدا. بعد كده بقى ببدأ أقطعها. بعد ما أعجنها كويس أقطعها على دقيق. بنقطع الفطير ده الدماسي ده على دقيق، بس أهم حاجة نعجنه كويس جدا. بنسيبه كده ولا بيرتاح ولا أي حاجة، بنعمل على طول، بنشتغل على طول. تمام. هنرش كده رشة دقيق على الصينية اللي هرص عليها الفطير بتاعي. هقرصه كده، يعني هعمله كده ايه كور صغنونة، وبعد كده ابدأ اشتغل فيه. طبعا اللي عايزة تعمله كبير بتعمله، اللي عايزة تعمله بالحجم اللي انا عملته ده يعني اللي انت عايزاه اشتغلي بيه. هو انا بحب اعمله بحجم القرصة كده. بكوره كده بنفس الشكل كله، حجم ده، وبسيبه بقى كده. ابدا بقى من ايه، من اول واحده عملتها اخدها وابدا افرد فيها. ببططها كده زي رغيف العيش، ببططها كده على الرخامه. دي طبعا القشطه اللي انا هشتغل بيها. دي بقيه القشطه، بقيه الربع كيلو. ابدا بقى كده بفرد الفطير كده بالشكل ده اهو. افرده كده يعني سمكه يبقى زي رغيف العيش، مش عايزاه تخين قوي، مش عايزاه يعني يبقى تخين. يعني هو حلاوته كده، هو انت هتظبطي عليه النار مش هينشف منك. تمام. النار ما تبقاش هادية، النار تبقى عالية. هنعمله بقى كده. هنفرد واحدة كمان ونحطها في الصينية. طبعا قلت لكم الفلاحين كانوا بيزقلوه كده على طول بيحطوه على المطرحة كده او بايديهم كده، وبيزقلوه في قلب الفرن على الصاجة بتاعة الفرن دي، وبيعملوه بالشكل ده. لكن احنا طبعا مش محترفين زي الفلاحين، بس هو نفس الطريقة ونفس المكونات، بس بإمكانياتنا المحدودة. طبعا هم بيعملوا في فرن اللي هو الفلاحي اللي بيطلع الحاجة يعني فوق الوصف. فاحنا هنعمله كده وهنحط بقى عليه، هنحطه في الصينية ونحط عليه القشطة. تمام. هنحط عليه القشطة بقى زي ما انتوا شايفين كده، نفرد على الوش كله القشطة. يبقى هو اتحط فيه قشطة وسمنة، وبعد كده بعد ما يتفرد بنحط عليه تاني قشطة على الوش بتاعه، على وش الفطيرة من فوق. تمام. ندخله الفرن على درجة حرارة 200 يا جماعة. تمام كده. هيستوي بقى وهيطلع لونه يجنن وريحته يعني بجد والله كانت جايبة اخر الشارع. اللقمة منه تغني عن فطيرة. من شايفين طالع عامل ازاي؟ تحفة تحفة بجد. لونه حلو، وكمان يعني اول فطرتين ما بيطلعوش زي على ما الفرن بيشتغل كده بيبدأ يظبط الفطير معانا. وزي ما انتوا شايفين طلع كمية حلوة، الكيلو طلع كمية حلوة. مستوي من فوق ومن تحت وجميل قوي. بالهنا والشفا يا رب الكل اللي كل. وبالهنا والشفا ليكم مقدما قبل ما تعملوه. جربوه بجد هيعجبكم قوي. طري جدا وريحته حلوة وطعمه احلى واحلى بجد بجد والله. بيتاكل كمان مع جبنة قديمة اللي هي في المش دي، بيتاكل مع عسل ابيض عسل اسود، يتاكل كده من غير اي حاجة. بجد هو جميل جدا وطعمه تحفة جدا جدا. كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفطير الدماسي ابو قشطه ولبن رايب عجبكم، ويا رب تجربوه وتقولي لي رايكم فيه ايه. واستودعكم الله يا احلى مشاهدين ومتابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.